سلام البنات، ان شاء الله كامل تكونوا بخير نتوما واهلكم واحبتكم يا رب العالمين. قبل ما نبداو الفيديو تاع اليوم صلوا وسلموا على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. قبل ما نبدا الفيديو هذا تعازينا الحاره لاخواننا في سوريا وتركيا على الزلزال يعني اللي يحدث لهم. ان شاء الله ربي يكون معاهم ويفرج عليهم، وان شاء الله ربي يفك الكربه تاعهم يا رب. يعني صراحه تهزت قلوبنا يعني بهذا الزلزال. إن شاء الله ربي يرحم موتاهم ويشفي مرضاهم. رددوا معي هذا الدعاء: اللهم بردا وسلاما على تركيا وسوريا وجميع بلاد المسلمين. اللهم أنت القادر، أنت القوي وليس لهم سواك. اللهم داوي مرضاهم وارحم موتاهم يا رب العالمين. اللهم لا تؤاخذنا بما أخذه السفهاء يا رب. هيا نبداو معنا الوصفة تاع اليوم، يعني وصفة رمضانية بامتياز. طبق جد بسيط، حضروه في وقفة. أول حاجة عندي مرسو تاع الاسكالوب، قطعته مربعات، اولا تقدروا ديروا مرسو هكذا تاع الدجاج عادي. تهزوا الطاجين تاعكم ولا القدره تاعكم، حطوا فيها هذاك الدجاج يتقلى مع شويه زيت وشويه سمن. من بعد حطوا البصل مع المعدنوس، حطيت لهنا، خليتهم يتقلاو مليح مليح، وحطيت عليهم التوابل اللي هو كركم، توابل الدجاج، فلفل كحل، شويه زنجبيل، شويه لهنا درت سنات ثوم واحد 3 ولا زوج، ودرت شويه كزبر، ودرت شويه زعفران على جال اللون هذا مكان. خليتهم مرقت بالماء الحامي، خليتهم تقلاو. من جهه واحده اخرى هزيت مرسو سكالوب، رحيته مليح هكذا في الروبو. ومن جهه واحده اخرى هزيت 2 حبات كبيره تاع البسباس. هذا طاجين البسباس يجي خفيف ويجي هايل هايل ما شاء الله. بعد ما رحيت السكالوب تاعي حطيته في من جهه، هزيت لهنا البسباس تاعي وبديت نقطع فيه ونروح نرحيه ثاني في الاشوار ونصفيه مليح مليح، باسكو فيه بزاف الماء، يعني كون ما تصفيوهش راكم رايحين الخليطه تاعكم ماهوش راح يتم لكم. لهنا باش تنجح لكم هذه الوصفه لازم تصفيو هذاك البسباس، راح يسيح منه كميه من الماء، كميه معتبره من الماء. لو المهم نهز واش راح نحط. من جهه واحده اخرى هزيت لهنا 3 مغارف تاع لا شابلوغ، لهنا درت عليه شويه فلفل كحل وشويه كمون وشويه ملح اكيد، وندير عليه حبه تاع البيض. لهنا راني قلت لكم على حبة البيض، ونبدا الخليط تاعي نلمو هكذا يتلم في بعضه، وراح يتلم يعني فاسيلمون. راح يجيكم بنين بنين بزاف، راح يجيكم ما يتعرفوش خلاص عليه افراد العائله باللي هذا طاجين تاع البسباس. يعني فكره هايله انه خلطناه هكذا مع سكالوب، صراحه راح يجي بزاف 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 بنين. ننصحكم تجربوه سواء في رمضان ولا في هذه الايام يعني المباركه، كاين اللي يصوم، كاين اللي يحب هكذا يدير حاجه مليحه، كاين. المهم لكم الاختيار، ان شاء الله تجربوه وتنجحوا في هذا الوصفه يا رب. بعد لهنا ما درتو دوائر راح يتلم مباشره. انا درتو يعني بلا ما ساعدت ني بالماء ني بالزيت. المهم نتوما تحبوا باش ما يلزق لكمش في يديكم ديروا زيت ولا ديروا ماء كيما تحبوا. لهنا رمتهم في الفرينه. لهنا انايا في الاول درتهم في المقلاة الهوائيه، ومن بعد شفتهم طولوا شويه عاودت رحت قليتهم، يعني هما في المقلاة تاع رمشة عين. نتوما لكم الاختيار، تحبوا ديروه في المقلاة الهوائيه ولا ديروه في المقلاة كما تحبوا. لهنا انا عاودت قلبتهم لهنا في المقلاة سما باش ما يروحش عليا الحال. من جهه واحده اخرى بعد ما طاب المرق تاعي لهنا نروح نصفيه كامل الكامل، نصفيه. كي نصفيه راح نحتفظ اكيد بهذاك المرق من تحته. راح تجيكم واحد لاصوص بالنهبل، راح تجيكم يعني احتفظوا بها هذه الوصفه تاع هذه البشاميل بالمرق، راح تجيكم يعني عسل 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 عسل. ننصحكم كامل تحتفظوا بهذه الوصفه. المرق اللي صفيته لهنا حطيت عليه مرسو كبير تاع مرسو تاع زبده، ونبدا ندير في الفرينه. لهنا انا درت 3 ملاعق كبار، 3 ملاعق. انتم على حساب الكميات على صوص اللي عندكم. انا عندي كميه كبيره، يعني عندي كي صفيتها جاتني كميه كبيره. ونبدا نحرك على نار خفيفه، نحرك 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 مليح حتى تبدا تخضر لي كيما البيشاميل. ما تخلوهاش جامده كيما البيشاميل، خلوها شويه خفيفه. شوفوا لهنا القوام اللي نتحصل عليه. راح تجيكم هذه البيشاميل المرق، راح تجيكم بنه ما شاء الله. من جهه واحده اخرى بعد ما حطيت هذاك الاسكالوب تاعي وهذوك تاع لاصوص لهنا مع ذاك البصل والمعدنوس وكلش، عاود حطيت من الفوق هذوك لي بول تاع سكالوب والبسباس، ونفرغ من الفوق هذيك البيشاميل تاع المرق. راح تجي بنه خارقه للعاده، يعني بزاف بنينه. ننصحكم تجربوا هذه الوصفه. افراد العائله ما مش راح يتعرفوا نهائيا باللي بسباس، خاصه يعني للافراد اللي ما يحبوش الخضر. لهنا شوفوا نبدا نكب في هذاك لاصوص بيشاميل تاعي نتاع المرق، وندير من الفوق شويه غريير وندخلها مباشره للفرن.
لهنا قلت لكم ندير كمية معتبرة من الجريير لهنا وندخله مباشرة للفرن، راح يطيب في ظرف وجيز. شوفوا لهنا بعد ما طاب لهنا وتحمر لي الطبق تاعي، جا بسم الله ما شاء الله، شهيتكم ان شاء الله في الجنة. ان شاء الله تجربوه وتقدروا تذوقوا البنة من دياركم انتوما. شوفوا لهنا جا خفيف خفيف، بسم الله ما شاء الله، جا صراحة بنة لا تقاوم. شوفوا كيفاش جا طري، جا خفيف، جا بزاف معسل. شوفوا كيفاش جا ما شاء الله، ننصحكم يعني تجربوه. وان شاء الله الوصفة تاع اليوم تنال اعجابكم. دمتم في رعاية الله وحفظه، الى فيديو قادم ان شاء الله، سلام.